بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، السيد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء الجماعات المحلية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، الحضور الكريم، نحتفل اليوم جميعا برأس السنة الأمازيغية سنة 2974 وفق التقويم الأمازيغي. احتفال هذه السنة يعد احتفالا استثنائيا وبطعم خاص، لاعتباره يتم في إطار إقرار هذه المناسبة مناسبة رسمية ويوم عطلة في جميع القطاعات، وذلك بأمر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فعلاقة بالموضوع، فقد جاء في بلاغ للديوان الملكي في مطلع شهر ماي الماضي ما يلي: فتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. والآن على بركة الله نبدأ احتفالنا، وندعوكم للوقوف للنشيد الوطني. منبت الأحرار أسرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للهنا عنوان، ملء كل جنان ذكرى بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وارتدمها وكثر ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ايتمادي ستما ازول فلاتون تنسام الخير زوز دغا كلو تقيم على خير يسسمي بهرة أجدوني لي غساد والمقارد بهرة يستوهمان التيقان دانس حيو أسكواسي مزيغن أسكواس 2974 فغيكاد أراون تينيغ أسكواس نون أمينو أمباركي أسعدي أتدفلا غيشكش مربي سلهنا بالخير غير كلو تسنم ماس الاحتفال غساد وركلو يقازود الاحتفالات اللي كلو زرينين صغايلي سينا وقليد غساد إكشيم غسان العطلة ليلانين غسكواس مداغ إسبايان أتيك نزور أشنحي اختمازيرتنا. أعطي الكلمة الآن للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة بهذه المناسبة. شكرا. هذه نقول كلمة جد مقتضبة. أولا أسقس مبارك للجميع بهذه المناسبة.
انا كنظن غناخذ شي دروس من عند السيده باش العام الجاي نكون احسن ان شاء الله. بالنسبه لهاد السنه هذه اللي دازت ان شاء الله غتشوفوا الحمد لله كان واحد العدد الانجازات، خاصه في حنا الان في هذا اليوم، هذا الاحتفال اليوم اللي منظموه سميتو المركز ديال السياحه بقياده السيد رضوان خان، واللي غادي تشوفوا كانت واحد الانجازات مهمه الحمد لله هذه السنه. وان شاء الله كنتمناو من السنه الجايه ان شاء الله اللي حنا داخلين لها ابتداء من غدا ان شاء الله باش تدخل علينا بالخير والبركه. الله يرحمنا بشي استوى لينا محتاجينها ان شاا الله في العالم القروي ديالنا، الله يرحمنا. وانا متاكد ان شاء الله بالجهد وبالعمل وبالتضافر ديال الجهود ديال الجميع غادي نزيدوا لقدام في مصلحه البلاد ان شاء الله بقياده سيدنا الله ينصرو. ومره اخرى اسكاس مباركين الجميع. شكرا. شكرا السيد العامل. وأعطي الكلمة الآن للسيد رضوان خان رئيس المجلس الإقليمي للسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، السيد عامل إقليم الصويرة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، السيد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، السادة البرلمانيون، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الصويرة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة مهني القطاع السياحي، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة، يشرفني ويسعدني أن أتناول الكلمة لأرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة للحضور والمشاركة في هذا الحفل المنظم من طرف المجلس الإقليمي للسياحة بالشراكة مع عمالة الصويرة والمجلس الإقليمي للصويرة والمجلس البلدي والمديرية الإقليمية للثقافة وشركة التنمية المحلية، وذلك للاحتفال برأس السنة الأمازيغية. ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية رسمية بأمر من عاهل البلاد الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية، وهو مصدر اعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بهويتنا الغنية بروافدها المتنوعة. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه السنة بوفور الصحة والعافية والازدهار والتنمية تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة نصر الله وأيده. وشكرا ومرحبا بكم. أسكاسا مباركي أسكاسا مامو. شكرا سيد رضوان خان رئيس المجلس الإقليمي للسياحة. بعده أعطي الكلمة الآن للأستاذ يونس البيبيغا المندوب الإقليمي للسياحة لتقديم ورقة حول تطور